السلام عليكم واهلا بكم. اليوم راح نخلي الكمبيوتر يتوقع نتائج الجولة الخامسة من التصفيات المزدوجة المؤهلة إلى كأس آسيا وكأس العالم. طبعا راح نبلش بالمجموعة الأولى، المباراة اللي تجمع بين أفغانستان وقطر. طبعا منتخب قطر حامل بطولة كأس آسيا الماضية وقبل الماضية ومتصدر المجموعة الأولى. ايش قد راح يتوقع الكمبيوتر النتيجة؟ راح نشوف. أفغانستان يستضيف منتخب قطر. 2-0 للمنتخب القطري. المباراة الثانية بنفس المجموعة، المنتخب الهندي يستضيف منتخب الكويت. منتخب الكويت لازم يفوز بهاي المباراة مشان يحسن موضعه أو موقعه بالمجموعة مشان يتأهل للدور التجمع النهائي. الهند والكويت، الهند والكويت. الكمبيوتر ايش راح يختار؟ الهند والكويت. 2-1 للأزرق الكويتي. نروح على المجموعة الثانية، مجموعة منتخبنا السوري، ومباراة حاسمة بين كوريا الشمالية وسوريا. منتخبنا يحتاج النقطة مشان يضمن مكانه بالدور الجاي. منتخبنا السوري والمنتخب الكوري الشمالي. ايش قد راح تنتهي هاي المباراة؟ إذا تعادل سلبي ما بين كوريا الشمالية وسوريا. طبعا هاي النتيجة تكفينا. المباراة الثانية اليابان ميانمار. أكيد المنتخب الياباني قادر على أنه يفوز بنتيجة هائلة على منتخب ميانمار. المنتخب الياباني اللي خسرنا 5-0 أكيد قادر يفوز على منتخب ميانمار، ولكن هل من مفاجأة من منتخب ميانمار؟ راح نشوف. ممكن تكون بمفاجأة. لا والله ما في مفاجأة. اليابان 4-2 على ميانمار. المجموعة الثالثة، كوريا الجنوبية تستضيف سنغافورة. المنتخب الكوري الجنوبي اللي خيب الآمال بكأس آسيا الماضية لكن الآن متصدر مجموعته. كوريا الجنوبية وسنغافورة. كوريا الجنوبية وسنغافورة، ايش قد راح تكون النتيجة؟ 1-0 لكوريا الجنوبية. نتيجة جدا منطقية. بنفس المجموعة تايلاند والصين. الصين طبعا تحتل المركز الثاني خلف كوريا الجنوبية. طبعا هاي يا شباب هاي مجرد توقعات كمبيوتر، ليس بالضرورة انها تصيب. تايلاند تستضيف الصين. تايلاند تستضيف الصين. 2-0 للصين. عمان تستضيف منتخب تايوان أو الصين تايبيه. عمان كانت نتائجه بكأس آسيا الأخيرة جدا سيئة. عمان وتايوان. منتخب عمان ومنتخب تايوان في السلطنة. هاي المباراة راح تقام. منتخب عمان يفوز على تايوان 3-0 حسب توقعات الكمبيوتر. قرقيزستان وماليزيا. مثل هاي المباريات تشهد كم كبير من الأهداف. مثل هاي المباريات قرقيزستان وماليزيا. قرقيزستان وماليزيا. ايش قد راح تنتهي هاي المباراة او ايش قد راح يتوقع الكمبيوتر؟ 4-2 لقرقيزستان. 6 اهداف في هاي المباراة. منتخب هونغ كونغ يستضيف ايران. اكيد النتيجة محسومة لايران لكن الكمبيوتر لا يعترف بالمستويات والفوارق. هونغ كونغ وايران. ايران طبعا متصدرة لمجموعتها إيران برصيد 10 نقاط. 0-0 تعادل سلبي. إذن المباراة الثانية تركمانستان وأوزباكستان. طبعا أوزباكستان تشارك إيران بنفس الرصيد من النقاط
لكن بالمركز الثاني بفارق الأهداف. المنتخب الأوزبكي أتوقع راح تكون الغلبة له. تركمانستان وأوزبكستان، ايش قد راح يتوقعها الكمبيوتر؟ 1-0 لمنتخب أوزبكستان. المنتخب العراقي أسود الرافدين يستضيف أندونيسيا، وأسود الرافدين قادرين إنهم يحسمون هاي المباراة. أكيد المباراة راح تروح للمنتخب العراقي، شيء أكيد. العراق وأندونيسيا، العراق وأندونيسيا 3-0 للمنتخب العراقي على حساب المنتخب الأندونيسي بنفس المجموعة. فيتنام والفلبين، فيتنام والفلبين، فيتنام المتطور والفلبين الغير متطور. هل ده راح تكون نتيجة تعادل ولا فوز لأحد المنتخبين؟ راح نشوف. فيتنام والفلبين، راح نشوف الكمبيوتر ايش راح يختار. 4-1 لمنتخب فيتنام على حساب منتخب الفلبين. والمجموعة اللي بعدها السعودية تستضيف باكستان. المنتخب السعودي دائما ما يتألق بتصفيات كأس العالم ويكون متصدر لمجموعته. المنتخب السعودي ومنتخب باكستان، ايش قد راح تنتهي النتيجة حسب توقعات الكمبيوتر؟ السعودية وأوزباكستان 0-0، تعادل سلبي. المباراة الثانية منتخب طاجيكستان ومنتخب الأردن. طبعا منتخب الأردن في موقع لا يحسد عليه، مثل منتخبنا السوري، محتاج الفوز أمام منتخب طاجيكستان مشان يضمن تواجده بالتجمع النهائي. الأردن وصيف كأس آسيا. المنتخب الأردني إذن للأردن 1-0. المباراة اللي بعدها البحرين واليمن. منتخب البحرين يستضيف منتخب اليمن السعيد. طبعا تقريبا البحرين شبه ضمن تأهلها للدور الجاي. منتخب اليمن ضمن الخروج برا البطولة أو برا التصفيات. وتعادل سلبي ما بين البحرين واليمن في نفس المجموعة. نيبال تستضيف منتخب الإمارات. منتخب الإمارات طبعا متصدر هاي المجموعة. الأبيض الإماراتي متصدر هاي المجموعة، وأكيد يقدر يفوز على منتخب نيبال حتى لو لعب بالتشكيل الاحتياطي. إذا الإمارات عن نيبال 1-0. استراليا وبنغلاديش. استراليا تتصدر هاي المجموعة، أكيد قادر إنها تفوز على منتخب بنغلاديش. و3-0 لمصلحة منتخب استراليا على المنتخب البنغالي. في نفس المجموعة فلسطين ولبنان. طبعا فلسطين هو الأقرب، لبنان باقي له مباراتين، إذا فاز بيهن راح يتأهل بشرط خسارة منتخب فلسطين. فلسطين يحتل المركز الثاني بعد استراليا ب7 نقاط من فوزين وتعادل. فلسطين ولبنان، فلسطين ولبنان. الكمبيوتر ايش راح يتوقعها؟ 4-1 لمنتخب فلسطين. إذا هذا كان فيديو اليوم، والكمبيوتر توقع النتائج. اكتب لي أنت بالتعليقات شو تتوقع نتيجة منتخبك بالجولة الخامسة من التصفيات المزدوجة لكأس العالم وكأس آسيا.